يلا مع بعض نعمل أطيب شرائح اللحم مع الفطر والفلفل الملون. في عندي لحمة عجل مقطعة شرائح بهذا الشكل، راح أتبلها بمعلقة صغيرة من التومة المهروسة ومعلقتين كبار من الصويا صوص ونص معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، راح تعطي طراوة للحمة. وراح أضيف معلقة صغيرة من الملح، وراح أضيف البابريكا والبهار المشكل وأقلب المكونات مع بعض وأترك اللحمة بهاي التتبيلة لمدة 10 دقايق. وآخر شي راح أضيف الزنجبيل المفروم. وهلأ عندي في مقلاي ضفت زيت، ولازم الزيت عندي يحمى كتير منيح، وراح أقلب اللحمة. طبعا بس تستوي اللحمة ويصير عندي شكلها مثل هيك بشيلها من المقلاي وبحطها في صحن جانبي. بنفس المقلاي بضيف كمان شوية زيت وبقلب بصل، وراح أضيف الفطر الفريش وأقلبه مع بعض مع البصل لحتى يتغير عندي لون الفطر. بعد هيك راح أضيف الفلفل الملون وأقلب المكونات مع بعض. وآخر شي راح أرجع أضيف اللحمة وأقلبهم مع بعض. هلأ في عندي بكوب مي ضفت معلقة من رب البندورة ومعلقة من النشا ومعلقة من الصويا صوص، وراح أضيف هذا الصوص على اللحمة والفلفل وأقلبهم مع بعض وأتركهم على نار هادية لمدة 10 دقايق حتى يتسبك عندي الصوص. وبتقدروا طبعا تقدموها مع الرز الأبيض. وهيك جهزت عنا وصحتين وألف